السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وبخير. هنبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا كويسين، ان شاء الله تكونوا كده مرتاحين وكويسين وزنين. ربنا يا رب يخليكم ويديمكم نعمة في حياته. اخواتي وحبايبي المتابعين اللي بيكتبوا لي في الكومنتات، اشكركم لكم مني جزيل الشكر. وربنا يا رب يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا، ولا من كومنتاتكم الحلوة، ولا من كلامكم الحلو وتشجيعكم لي. وان شاء الله كده هنكبر مع بعض وهنوصل مع بعض اللي احنا يعني اي حاجة كده بنحلم بيها ان شاء الله مع بعض هنكبر بعض. النهاردة طبعا فطارنا حبايبي هنعمل كده حاجة حرشة، كده حاجة خفيفة خالص وبسيطة. هنعمل شوربة عدس. العدس الاصفر ده طبعا هنعمل مع بعض كده شوربة عدس. انا مسرعه لكم الفيديو طبعا علشان ما يبقاش طويل عليكم. اول حاجة احنا غسلنا العدس وحطيناه على النار وحطينا فيه طماطميتين وقرنين كده فلفل حاميين، وحطينا كم حبة توم، وحبينا معلقتين خل، وحطينا يعني فيه ايه التحبيشة الحلوة كده بتاعت شوربة العدس اللي هتدينا طعم كده حلو. كده التكاية اللي معانا دي يا حبايبي الرز المحمص. احنا هنحمص معلقة رز في معلقة سمنة وهنضيفها على الشوربة بعد ما نضربها على الخلاط. دي بتدينا طعم جميل جدا وريحة فظيعة للعدس، تاكلي كده فيه طعم رهيب. كده خلصنا العدس مع بعضينا حبايبي. بصوا احنا كده خلصنا العدس، هنعمل له كده الطشة بتاعتي، معلقة سمنة ومعلقة توم مفروم، وهنحط معلقة كزبرة ناشفة مطحونة طبعا. وان شاء الله يا رب كده الفيديو يعجبكم. بص التومة احمرت معايا. كده احنا خلصنا العدس. جربوا التكاية اللي انا عملتها معاكم دي، حبة الرز هتديله طعم وهتديله ريحة جميلة. هنعمل كده بطاطس محمرة بالفيجيتار. ده هنعمل معانا كده بيضة وعليها كيسين فانيليا، وانا سالقة البطاطسيتين دول نص سوا. يعني ما تخليهاش يعني تستوي خالص، لا نص سوا عشان تعرفي تقطعيه. واضرب كده البيضة على الكيسين الفانيليا واحطهم كده كويسين، اضربهم كده كويس. واحضر كده معايا الكيس فيجيتار واحط عليه كده، يعني بصوا احط كده حبة ملح، نص معلقة ملح صغيرة يعني. واجيب كده كيس الفيجيتار احط عليه معلقة نشا ونص معلقة كاري. ده بيخلي لي البطاطس كده صفرة ولونها كده حلو مزعفر كده وحلو. هنقلبهم كده في الكيس الفيجيتار البارد، لان احنا طبعا زي ما انتوا عارفين احنا ما بناكلش اي حاجة حراقة. طبعا انا جايبة كيس فيجيتار بارد مش حامي. هقشر كده البطاطس. بصي لما تكون مسلوقة نص السوا يعني بتبقى تقشيرها يعني سهل خالص. كده انا قشرت البطاطس وقطعتها حلقات، وهقلبها كده في البيض، بحطها كده في البيض وبعدين احطها على الفيجيتار وابتدي اقلي فيه. طبعا يا حبايبي وانا بقلي في البطاطس وبعمل الافطار بتاعنا اللي هو ده تاني يوم تامن يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا رب، كده يكون رمضان مبارك علينا وعليكم يا رب. طبعا النور عندنا قطع عشان كده التصوير مش واضح كويس. ان شاء الله كده يعني ايه يكون التصوير كويس ويعجبكم، ويكون الفيديو بتاعي يكون خفيف عليكم. وده طبعا فص قرقوش العيش الشمسي بتاعنا، احنا بنحمصه في الفرن وبنعمل بيه شوربة عدس، نعمل بيه شوربة نابت، اي شوربة بناكلها بالفصوص دي طعمها جميل ورهيب. تصبحوا على خير.